السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل طريقة بلح الشام بطريقة سهلة وهتعجبكم ان شاء الله. طريقة انا معتمدة عليها من زمان بس غيرت فيها حاجة بسيطة، وبصراحة ندمت ان انا غيرتها. فانا هقول لكم الطريقة اللي انا عملتها والطريقة اصلا اللي هي معتمدة عليها من بدري، وكمان هقول لكم ايه اللي يخلي بلح الشام طري وكمان يخليه ناشف. بس قبل ده ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي في الكومنتات رأيكم فيها ايه. واهم حاجة ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا نبتدي بقى في الوصفة. اول حاجة جبت نص كوباية زيت، وحضرت كوبايتين مية، وجبت الطبق ده حطيت فيه كوبايتين ونص دقيق. انا بستخدم طبعا دقيق الكوثر. دقيق الكوثر حلو خالص في كل حاجة، في كيكة، في بلح شام، هو متعدد الاستخدامات كده زي ما مكتوب عليه. تمام، حطيت كوبايتين ونص دقيق وعليهم معلقة نشا، وكمان 3 معالق دقيق سميد، وكمان معلقة كبيرة سكر ونص معلقة صغيرة ملح بس عشان تعادل كده الطعم. بس كده قلبت كل المكونات دي، الدقيق والنشا ودقيق السميد والسكر وسنة الملح او ربع معلقة صغيرة. جبت بقى حلة وحطيت فيها كوبايتين المية ونص كوباية الزيت ومعلقة صغيرة خل كده. اول ما الاقي يعني طريقة بلح الشام اهم حاجة فيها دي ان انا اول ما الاقي المية بتعمل كده فقاعات كده على الجنب، يعني قبل ما تغلي كده خلاص احط عليها بقى الدقيق. مستناهاش تغلي علشان ما تتبخرش وكمية السوائل تقل وبعد كده مش هتظبط. انما اول كده ما احسها ان خلاص هتغلي احط بقى كمية الدقيق كلها وافضل اقلب بقى لغاية ما الاقي الدقيق ده اختفى، طبعا على نار واطية خالص. وكمان عشان ريحة الدقيق تكون مشيت يعني. بس هسيبه بقى على الرخامة لغاية ما يبرد خالص. هو كده العجينة استوت، طبعا بتكون ملزجة كده من تحت. هجيب بقى الصينية دي كده ضمان ان هي كده العجينة تكون استوت كويس. بس كده بجيبها كده علشان تبرد، طبعا الحلة هتاخد وقت اطول تبرد فيها، فهفضتها كده في صينية علشان تبرد كويس لغاية ما تبرد خالص. ما ينفعش اشتغل فيها هي حتى لو دافية، لازم تبرد خالص. وبعد كده اجيب 4 بيضات. جبت 4 بيضات وحطيت عليهم 4 اكياس فانيليا، وفضلت احط بيضة بيضة وبضرب كده بالمضرب لغاية ما اخلص البيض كله. جبت بقى الجمع ده جديد لسه اول استخدام ليه. الجمع ده حلو خالص، وكمان الكياس، هو في انواع من الكياس بس في نوع كياس كده حلو خالص بيبقى ايه مريح كده في استخدامه. انما النوع اللي هو اللي زي الفيروزي ده في البلابل بتاعته ده العادي، ما انصحكمش ان انتوا تجيبوه خالص. المهم جبت البلبلة دي، وكمان البلبلة البلح الشام اللي بتبقى السنون فيها مضمومة لجوه، بتخلي شكل البلح الشام حلو وبيبقى شكله كده حلو كده، بيبقى زي بتاع المحلات بالظبط. انما السنون زي اللي انا موريهولكوا ده بصراحة يعني مش احلى حاجة، بس لو عندكوا عادي طبعا هنعمل بيه. المهم كده جبت بقى الزيت وحطيته في الصينية دي. الزيت يكون بارد خالص طبعا، ما اشتغلش عليه، ودي تاني اهم حاجة في خطوة البلح الشام ان الزيت يكون بارد. بس كده خلاص لازم كده امسك من فوق وادوس كده فوق البلبلة واقطع بالمقص. لو في حد يساعد ممكن هو يقطع بالمقص. بس كده خلصت كل كمية البلح الشام، يعني اقصد على قد ما شالت الصينية. بس كده حطيتها على عين واطية خالص، يعني اهدي العين على الاخر. انا طبعا نسيت اقول لكم في اول الفيديو، كنت طبعا مجرية الفيديو وكنت حابة اوريهولكوا يعني. وبس كده لازم اهم حاجة يستوي على عين هادية خالص عشان يستوي كويس.
ولازم نخلي مسافة بسيطة بين التانية، بين بلح الشام واللي جنبيها يعني. وهي طبعا لما هتطلع لفوق، لما هتستوي يعني هتطلع لفوق كده. ولو لقيت يعني واحدة بلح الشام لسه واقفة في مكانها، ممكن احركها بالمعلقة، انما غير كده مش هحط المعلقة خالص. بس كده هسيبه بقى حتى ياخد لون برضو على النار الهادية، هيبقى حلو. وكمان بعد ما ياخد لون، اهم حاجة ان احنا نطلعه على مناديل عشان طعم الزيت ما يبقاش فيه. افضيه على مناديل وهو سخن على طول كده، يعني ما استناش عليه، اشيله من على المناديل واحطه في الشربات البارد. انا عملت معاكم الشربات كتير، ده شربات بارد تقيل، يعني هو شربات الكنافة وشربات الجلاش. عملته من كام فيديو كده في الجلاش، بيبقى 3 كوبايات سكر على كوبايتين ميه، وبنسيبه يغلي ربع ساعة وخلاص بنطفي عليه. اهم حاجة الشربات يكون بارد ويكون تقيل. حابة اسمعكم صوت امبارح الشام كان مجرمش خالص. الحاجة بقى اللي انا ندمت عليها ايه، ان دقيق السميد يا جماعة بنحطه معلقة واحدة بس. يعني أنا كنت بعمله ان انا احط معلقة واحدة بس سميد. المرة دي حطيت 3 معالق دقيق سميد. بصراحة هو كان يعني مجرمش خالص من بره، يعني مجرمش زيادة، ومن جوه طري. انا اتصرفت وخليته طري يعني، وهو ليه كذا حل. بس انا بقول لكم ان احنا الطريقة الاساسية ان احنا نحط معلقة سميد واحدة. براحتكم، انتوا بتحبوه ناشف خالص من بره ومن جوه طري، حطوا 3 معالق. انما الناس اللي مش بتحبوا ناشف، لا حطوا معلقة واحدة، بيبقى ناشف بسيط من بره، ومن جوه بيبقى طري وشارب شربات ويبقى طعمه حلو. عايزه اقول لكم ان هو بصوا ما قعدش يا جماعه، من الحلويات اللي هي بصوا بتتاكل كده في وقتها، بيبقى طعمه جميل. بصوا بيتكسر ازاي. المقطع ده من غير اي سرعه فيه او اي تجرية في الفيديو، يعني زي ما هو. بصوا بتتكسر كده من بره، ومن جوه بتبقى فاضيه كده، والحته الصغيره اللي من جوه دي بتبقى طريه وشاربه شربات، وبيبقى طعمه حلو. طبعا لما بيسقع في التلاجة بيبقى طعمه خطير. لو لقيتوه معاكم يا جماعة الشربات يعني نشف شوية معاكم، ممكن تحطوا الشربات البلح الشام. لو لقيتوه نشف معاكم وما حبيتوش ان إن البلح الشام يبقى ناشف كده من بره جامد يعني زيادة عن اللزوم، ممكن ندفي شوية شربات ونحطهم عليه دافيين، يعني مش سخنين جامد. وبس هو ده، شايفين كده كيوت كده وقمر وشكله حلو. هو مش محتاج اي شوية تزيين عليه، هو بيبقى كده مسكر وحلو. وزي ما قلت لكم مش هيقعد ان شاء الله، وهتاكلوه بألف هنا وشفا. واتمنى ان شاء الله ان الفيديو عجبكم. انا حبيت بس اصارحكم بيها الحاجة دي طبعا امانة، لو حبيتوا يعني تجربوا الوصفة وكده، عشان انا عارفة طبعا ان ملايين الناس بقى بتتفرج عليا وبيطبقوا ورايا الوصفات، فانا قلت اقول لكم. بس كده، ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة، واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم.